عدد الوفيات بكل يوم بمر علينا 170 ألف وفاة، 170 ألف كل يوم بيعدي. الحمد لله لحد دلوقتي احنا مش من 170 ألف دول، وربنا يمد في أعمارنا في طاعته يا رب. 170 ألف دول كلهم بيدخلوا العالم مختلف تماما عن عالمنا ده. هقول لكم تفاصيل الرحلة دي بتبدأ ازاي، وإيه اللي بيشوفوا أغلب الناس على وجه الأرض، لأن اللي هيشوفوه حاجة مرعبة جدا. طبعا هحكي لك القصة دي كأنك واحد منهم، وأسأل الله أنك ما تكونش من الناس دي، لكن بما أنهم الأغلبية لازم نحكي القصة علشان تدخل معانا في تفاصيلها. هحكي كأنك أنت اللي شايف. أول حاجة بتشوفها لو كنت منهم، بتشوف وشوش لكائنات مش موجودة معانا على الأرض، وشوش كتير قد البصر، لكن الوشوش دي مليانة قسوة، وشوش مرعبة جدا. كلهم بيبصوا عليك، بيبصوا لروحك مش لعيونك. ملامحهم كأنها منزوعة من الرحمة، وكأنهم لو قدروا عليك مش هتطلع سليم أبدا، فيقربوا. ومعاهم كفن منسوج من نار جهنم، الله أعلم شكله هيبقى ازاي. يقربوا يقربوا يقربوا، وفجأة يخرج من بينهم مخلوق عظيم جدا، يمشي ويقرب منك لحد ما يقعد جنب راسك، وبعدين يتكلم بصوت يخلع القلب ويقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط الله وغضبه. الصوت ده ما سمعتهوش بودانك، لكن حاجة جواك سمعته. أول ما تسمعه تحس روحك بتهرب، تتشتت في جسمك، جزء منها في إيدك، وجزء في عروقك، وجزء في دماغك، وجزء في قلبك. كل ده علشان تهرب من الواقع اللي دخل عليه. لكن في اللحظة دي المخلوق العظيم ده يمد إيده ويمسك روحك جواك، وبعدين ينتزعها لحد ما تتمزق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف التمزق ده زي لما تجيب حديدة مليانة شوك وتسحبها من صوف مبلول. ايه اللي هيحصل للصوف؟ هيتقطع ويتمزق، وده اللي بيحصل لك. روحك بتتسحب وبتتمزق مع العروق والأعصاب، أعوذ بالله، وبعدين تخرج من الجسد. فياخدك المخلوق ده ويحطك في الكفن اللي من نار، وتسمع كل اللي حواليك بيلعنوك بصوت عالي ويدعوا عليك: اللهم لعن، اللهم لعن، أعوذ بالله. وبعدين يطلعوا بيك للسماء، وانت طالع تسمع أصوات بتقول: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولوا: فلان ابن فلان، بأسوأ الأسماء اللي تسميت بيها في الدنيا. وفي اللحظة دي تعرف إنك مش داخل على خير، لحد ما يوصلوا لباب السماء الأولى ويستفتحوا: افتحوا لنا، لكن ما تتفتحش. وبعدين يجي أمر إنهم يرجعوك للأرض، فتترمي رمية من فوق لحد قبرك، وترجع لجسدك ويرجع عقلك، وتستوعب إنك اتدفنت. تحاول تتحرك مش قادر، عارف إنك في جسمك بس مش متحكم فيه. وفجأة تسمع صوت خطوات، تك تك تك، ناس ماشية، وتفهم إن دي آخر أصوات هتسمعها من الدنيا. دول الناس اللي دفنوك. وقتها تتمنى لو تكون معاهم، تصرخ: ما تمشوش، أنا هنا. لكن ولا صوت بيطلع، ولا دمعة بتنزل. دلوقتي بقيت لوحدك، كل الناس اختفوا. وفجأة تسمع أصوات مش من الدنيا بتقرب شوية شوية، لحد ما تحس إن في حاجة مسكتك وقعدتك جوه القبر. فتبص تلاقي 2 كائنات ضخمة شكلهم مرعب، أجسامهم سودة وعيونهم زرق، وتفهم إنهم مش جايين لخير، ومعاهم مطارق حديد. فيصرخوا في وشك، تخاف، تحاول ترد تقول ها، لكن من الخوف مش فاهم. ويكرروا السؤال وانت برضو ها، لسانك تقيل مش عارف تنطق. وفي الآخر تقول: سمعت الناس بيقولوا حاجة فقلتها. فيقولوا: كنا نعلم ذلك. ويضربوك بالمطرقة ضربة لو نزلت على جبل تهده. فتصرخ صرخة يسمعها كل الخلق إلا الإنس والجن. وبعدين الأرض تضيق عليك، تضيق تضيق لحد ما ضلوعك تدخل في بعض، وتحس إنك مش هتستحمل. وفجأة يجيلك رجل وشه قبيح جدا، فيقولك: أبشر. تقوله: مين أنت؟ يقولك: أنا عملك الخبيث. وبعدين يفتح لك باب تشوف منه نار جهنم، ويقولك: ده مكانك. فتقعد تشوف العذاب وتتمنى إن الساعة ما تقومش من بشاعة اللي شايفه. علشان كده اسأل نفسك: أنت عايش ليه؟ وإيه اللي بتعمله؟ هل بيرضي ربنا ولا بيغضبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم،
يعني النهاية هي اللي بتحدد كل حاجة، والدنيا قصيرة جدا لكن البرزخ أطول بكتير. انت بتزرع هنا وهتحصد هناك، كل كلمة كل فعل، مفيش حاجة بتضيع. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. لكن أهم نقطة إن باب التوبة مفتوح، لسه روحك في جسمك، يبقى لسه في فرصة. قوم صلي ركعتين واستغفر، وربنا بيقول: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وربنا بيفرح بتوبتك أكتر من واحد لقى حياته بعد ما ضاعت. وكان السلف كل يوم يحاسبوا نفسهم، ولو غلطوا يتوبوا فورا. وفي عمل بسيط جدا ممكن ينجيك من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من 30 آية شفعت لرجل لحد ما اتغفر له، وهي سورة الملك. لو حافظت عليها كل يوم قبل النوم تحميك بإذن الله، فما تضيعش الفرصة. وفي الآخر أعرف إن الحلقة كانت صعبة شوية، لكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله ينفعني وينفعكم بيها. وما تنسوش الصدقة وشاركوا في الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.